السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم جولتي في قرية أو منتجع لسرينة في العين السخنة. القرية بتبدأ بمجموعة كبيرة من الكباش على شكلة كده المعابد في الأقصر وأسوان. أول ما بندخل القرية كده في اكوا بارك. بس الاكوا بارك دي دخولها بفلوس منفصله، بتذكره منفصله ب 250 جنيه للفرد. هنكمل بقى في القريه. زي ما انتم شايفين مجموعه من الكباش، طبعا لسه في توضيبات في القريه ولسه في مباني ولسه في رمل، لانها كبيره جدا، مساحه كبيره جدا جدا. بس اجمل ما فيها انها جديده وكل حاجه فيها جديده. زي ما انتم شايفين كده في الطريق واحنا ماشيين جوه القريه اللي مساحتها كبيره جدا، هنقابل ملعب كره قدم، ملعب كبير ومسله برضه علشان تدينا الطابع الفرعوني. وبعدين كافيتيريا كبيره فيها كل حاجه بقى، مشروبات واكلات. وجنب الكافيتيريا في كيدز اريا صغيره كده للولاد، يقدروا يقعدوا فيها ويلعبوا فيها بعد ما يخرجوا من البسينات. اما البسينات فهي متوفره بشكل غير طبيعي جوه القريه. القرية مساحتها كبيرة جدا، فكل مجموعة من الشاليهات بيكون بينهم بيسين، والبيسين كمان ليه شكل جمالي وطابع كده حلو قوي. احنا بنتمشى كده دلوقتي جوه القرية، بفرجوا شكل المباني في مساحات خضرة كتير. المباني مش ارتفاعها مش عالي، حوالي 3 ادوار بس. كل عمارة كده او كل شالي، يعني كل عمارة 3 ادوار، او في الدور فيه 3 شاليهات. الشاليهات مساحتها حلوة، والفيو بتاعها كمان حلو قوي. بعض المباني في القرية دي بيكون لونها بيش كده زي ما انا بصور لكم. وفي مباني تانية بألوان بقى طوبي، وفي طوبي في بيج، يعني في 3 ألوان في القرية. ده يرجع بقى لأنه القرية مكونة من 3 قرى انضموا لبعض. وانا في طريق البسين بنقابل النسانيس، قفص النسانيس القمر دولي. قمرات بجد تحفة. الناس واقفة طول اليوم تأكلهم خيار، ما بيقولوش لأ، وأشقياء جدا وبيشدوا شعر الناس وهي واقفة، فخدوا بالكم منهم لو رحتوا. أنا هنا نزلت من الشاليه بتاعي وداخلة على البسين اللي عليه أو الفيو بتاع أو أقرب بسين ليا. وأنا في الشاليه بتاعي. زي ما انتم شايفين البسينات على شكل انهار كده، وفي اماكن فيها واسعه واماكن فيها ضيقه، وعامله زي حلزون حوالين الشاليهات، بحيث ان كل الشاليهات تبقى بتبص على بسينات، او معظم الشاليهات بتبص على بسين. في كمان مرجيحه كيدز اريا صغيره جنب البسينات. الفيو على البسين تحفه، خطير، والقعده بتاعته تجنن. وبرده واحنا ماشيين لازم نلاقي حاجات زي المعابد كده واشكال فرعونيه. هنا ده بقى المسجد، ودي من اكتر الحاجات اللي اتبسطت منها جدا في القرية دي، المسجد وفي أذان وفي صلاة جماعة. حلو قوي قوي وكان تحفة. أما هنا تصوير باظ مني، كنت بصور لكم الكافيتيريا والمحلات اللي في اول القريه، وفيها شوبينج كتير بقى، محمصه ومحلات اكل ومحلات حلويات وعصاير. بصوا كل حاجه هتلاقوها جوه القريه، مش هتحتاجوا تطلعوا براها. هنا داخلين على مجموعه من البسينات تانية. والشاليهات دي انا كنت قعدت فيها فتره، برضو جيت فيها قبل كده بس ما صورتش. زي ما انتم شايفين هنا الشاليه بالجنينه بتاعته في الدور الاول. الشاليه اللي في النص من غير حاجه، اما الشاليه الاخير فبيكون مرفق بيه الروف، وفيه سلم داخلي للروف جوه الشاليه، اللي هي الشاليهات اللي لونها توبي دي وبتطل على البسينات الحلوه دي. هنا بقى رحت كمان مكان تالت برضو، نفس شكل البسينات، الناس واقفه تشوي في الجنينه، وفي كيدز اريا كده صغيره بيلعبوا فيها الولاد. وبرضو البسينات اماكن منها ضيقه اماكن منها واسعه، عطيه شكل جمالي حلو قوي للقريه. حقيقي التخطيط بتاع القريه اكتر من رائع، حلوة قوي وشكلها مريح للاعصاب كده. الفيو بتاعها حلو. هنا الشوي بقى زي ما بقول لكم، الناس قاعده واخده راحتها خالص. وفي كيدز اريا برضو اهو في اخر المكان بتاع البسينات. دلوقتي بقى انا ايه بصور لكم كده شكل المكان اللي هيدخلنا على البحر. مكان بندخل من عند ريد كاربت. ده كان احدى القرى اللي انضمت ومع لسارينا. لسارينا ماني ايجيبت، عشان نبقى بنتكلم صح، لان في لسارينا قبلها من غير حاجه، فمش هي دي القريه اللي انا بتكلم عليها. الطريق للبحر بياخد حوالي من 7 ل10 دقايق مشي. طريق حلزوني كده،
اول ما دخلنا شفنا محل الزلابيا اللي واقف بيبيع زلابيا اول ذا تايم، يعني كل الناس عماله تشتري منه وريحه تجنن بجد. والقعدات القعدات على البحر زي ما انتم شايفين كده، شماسي خوص وكراسي بلاستيك، دي من اكتر الحاجات اللي ما عجبتنيش. انا بحب دايما القعدات على البحر تكون مريحه، شازلونجات وكده، ما كانش متوفر موضوع الشازلونجات ده. بس في اضاءه حلوه جدا، البحر بيسيبونا فيه بالليل عادي جدا، مفيش حد بيقول لكم اطلعوا من البحر ابدا. يوم ما كنت بصور كان في مد جامد قوي، فالبحر زي ما انتم شايفين كده كان مختفي تماما. برضو من عيوب القرية انه مش عارفة البحر مليان صخور، مش عارفة الموضوع ده ممكن يتعالج، او القرية المفروض ان هي تعمل حاجة للموضوع ده، ولا مش هيقدروا يعالجوا. غير كده بجد القرية كانت في منتهى النظافة والجمال، والبيسينات بجد نظيفة قوي قوي قوي، ودي من اكتر الحاجات اللي عجبتني. زي ما انتم شايفين بصور لكم الصخور، لازم تكونوا لابسين جزمة بحر عشان تعرفوا تعدوا. وزي ما انتم شايفين كده كان في جزيرة وسط المية بسبب المد، وعلى المغرب كده كانت الجزيرة دي اختفت والمية علت. وتعالوا بقى ندخل الشاليه. زي ما انتم شايفين كده 3 شاليهات في الدور. هنفتح باب الشاليه، اول حاجة بتقابلنا أوضة، والأوضة كده ده الصالة اللي في عندها ستارة، وفي هنا حمام، وفي هنا حمام تاني جنب الصالة. يعني في حمامين، واحد منهم بانيو والتاني لا، بانيو ادم يعني. طبعا الحمامين فيهم كل حاجة، كل الامكانيات، التوضيبات كمان في الباب الشقة بقى عشان نصور براحتنا، او باب الشاليه يعني. دي الاوضه الاولانيه، فيها دولاب ضرفتين، وفيها كمان شماعه بره الدولاب عشان لو حابين نعلق عليها حاجه، والكوميد بمرايه وستاره، وطبعا تكييف، كل حته في الشاليه فيها تكييف. وهنا بقى البانيو القدم وبالتواليت بالحوض بالمرايات الأمورة دي، والدش طبعا كان بيسعفنا جدا بصراحة. احنا خارجين من البحر. ودي أوضة فيها سجادة ومساحتها أكبر شوية، تاخد سرير كمان، وفيها دولاب برضو ضرفتين، وفيها برضو الكومود اللي بمراية عشان كل الناس تبقى متاح ليها انها يكون عندها مراية. زي ما انتم شايفين كمان الابواب استر، شكلها يجنن، التوضيب حلو قوي وجديد. دي اوضه تالتة فيها سريرين، وبرضو كومود وترابيزه صغيره كده، فيها مكان للتخزين وستاره وتكييف. فتحنا الستاره وعايزه اوريكم منظر الشاليهات بالليل وهي منوره، شكلها قمر جدا. القريه منوره طول الليل، والناس رايحه جايه طول الليل. في كمان ديسبنسر جوه يعني احنا خدناه جوه الاوضه وكان في الصاله الحقيقه، وبرده دولاب ضرفتين. دي طبعا شنطنا الكتير اللي مش عارفه احطها فين وقت التصوير يعني. تعالوا بقى نروح الصالة، ندخل الصالة نفتح الستارة دي على الصالة على طول. الصالة فيها المطبخ أمريكان، فيها غسالة بوتاجاز 4 عيون، والغسالة فوق أوتوماتيك، وحوالي 4 5 حلل كده، وكمان بلاستيكات وكاتل وخلاط. الرشاقة بصراحة مليانة من الأطباق والكوبايات كتير جدا، والغسالة زي ما انتم شايفين فوق أوتوماتيك وحلوة قوي. وشرشوبة للمسح وباسكت، وانتريه صغير كده للقعاد وتلفزيون وتلاجة. 4 كراسي برضو وترابيزة للأكل عليهم، ومروحة لو مش حابين نشغل التكييف، وبرضو ستارة علشان الإضاءة الصبح بتبقى قوية جدا، بس احنا كنا بالليل وناشرين. هستنى لما افتح لكم. الفيو عندي هنا ناقصه نهر. الشاليه اللي تحت انا في الدور التاني، الشاليه اللي تحت معاه جنينه خضراء اللي انتوا شايفينها دي، والمفروض هنا هيبقى نهر، يعني لسه في نهر هيبقى هنا او بيسينات. يا رب تكون جولتي في فندق او قرية لاسارينا عجبتكم. هي قرية كبيرة جدا ومساحتها حلوة قوي. تعالوا وان شاء الله هتكونوا مبسوطين جدا في العين السخنة، من اجمل الاماكن اللي زرتها في العين السخنة ومن انظفها، دي حاجة مهمة جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، اكتبوا لي رأيكم في الكومنتات، ولو حابين تستفسروا عن اي حاجة اسألوني وانا ان شاء الله هجاوب عليكم. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله في جولة جديدة واجواء احلى واحلى. باي باي.